كل ما ضربت طيارة، كل ما صار إسعاف بمشفى، كل ما سمعت صوت زمور الإسعاف بتذكر حالي كيف كنت أنا اللي شيل المريض، أنا اللي سفه، أنا اللي يعني بحز بنفسي إنه لازم أنا أكون. صار معي تهشم بالحوض وعملت 11 عملية وللأسف كلهم بقوا بالفشل. كل عملية أخسر جزء من العظم، فقدت الحوض كامل وجزء كبير من عظم الفخذ. وصار معي أذية بالعصب الوركي سببت لي شلل بالقدم اليمنى، وبنفس الوقت الإصابة كمان عملت لي بتر بالقدم اليسرى. يعني هلا أنا عندي شلل وبتر ومقعد. عم بعاني كثير، شلون بدي احصل على الادويه اللي بدي اتعالج فيها، واولادي في المدرسه بده يروحوا يجوا مواصلات ما خرج امن لهم، عم بقطع من حق خبزهم، من حق اكلهم، مشان اعطي للسياره توصلهم يدرسوا، وقصه انه يعني اتركهم بلا دراسه ما بحسن. هذا قضاء الله وقدره، بس ولكن أنا كنت موظف الحمد لله رب العالمين، وتركت وظيفتي وضحيت وقدمت وخسرت كثير أجزاء من جسمي بسبيل هالوطن، بس ولكن سبحان الله ما لقيت إنسان يكفل عائلتي، وهذا الشيء اللي عم بحزب نفسي.